السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو سوف نتعرف على التشكيلة المتوقعة للمنتخب القطري، منتخب قطر في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم. المباراة سوف تجمع بين المنتخب القطري ومنتخب إكوادور في الجولة الأولى من دور المجموعات والمباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم. طبعا في هذا الفيديو سوف نتعرف على التشكيلة المتوقعة للمنتخب العربي منتخب قطر. قبل البداية في التفاصيل أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك لايك للفيديو يصلك جديد، ونبدأ في التفاصيل أكثر. طبعا التشكيلة فهي كالآتي: حراسة المرمى فهو حارس نادي السد سعد الشيب سوف يكون في مركز حراسة المرمى. خط الدفاع لدينا الظهير الأيمن فهو إسماعيل محمد ظهير أيمن نادي التحيل القطري. الظهير الأيسر فهو اليساري والمهاري عبد الكريم حسن لاعب نادي السد القطري. قلبي دفاع يأتي اللاعب الشاب بسام الراوي لاعب التحيل القطري، يأتي أمامه صاحب الخبرة الكبيرة مع المنتخب قطر خوخي بوعلة. طبعا وسط الميدان متكون من اللاعب عبد العزيز حسيم لاعب نادي الريان القطري، يأتي أمامه المايسترو في وسط الميدان كريم بوضياف لاعب نادي التحيل القطري في مركز متوسط الميدان. خط يأتي أمامهم اللاعب والقائد حسن الهيدوس، ويأتي كذلك اللاعب همام أمين لاعب الغرف القطري كرابع لاعب في وسط الميدان. فيما خط المقدمة خط الهجوم بقيادة الساحر والفنان والمايسترو لاعب السد القطري أكرم عفيف، ويأتي أمامه الهداف والقناص المعز عليم. طبعا هذه تشكيلة متوقعة لكتيبة منتخب قطر بخطط 4-4-2 كتشكيلة متوقعة للمباراة الأولى والمباراة الافتتاحية ضد منتخب إكوادور. طبعا نتمنى كل التوفيق للمنتخب القطري في أول جولة وفي أول لقاء في بطولة العالم، بطولة كأس العالم. هذه تشكيلة متوقعة تتميز بعناصر مهمة، عناصر خبرة وعناصر شباب وعناصر قادرة على خلق المفاجأة وخلق الانتصار في الجولة الأولى. طبعا كما قلت هذه تشكيلة متوقعة بنسبة 99% لمنتخب قطر ضد منتخب إكوادور. وهذا وكل مدينة وكل التوفيق لمنتخب قطر، ولا تنسى الاشتراك لايك للفيديو لكم جديد، وشكرا متابعة وإلى اللقاء.